and welcome back to my YouTube channel. المفروض ان احنا هنوضب الاوضه، وحاسه ان النهارده هيبقى في تقدم كبير لان انا حطيت كل الهدوم على السرير، فاللي هو انا مستحيل اعرف انام غير لما اوضب الحاجات دي كلها. فناخد نظره سريعه على الاوضه عامله ازاي. تاني منظر التسريحه وحش جدا والارض اوحش. اهم حاجه ان انا امبارح روقت الحاجات هنا، حطيت الهيلز والبوتس بتاعتي وشلت اي حاجه كانت موجوده ملهاش لازمه. ويعني هنا مش ده الفاينل لوك طبعا، بس انا اللي هو حاطه الحاجات دلوقتي قبل ما اجيب ديكوريشنز. والدرج ده انا حطيت فيه النضارات بتاعتي والاكسسوارز وكل الكلام ده. والسرير زي ما انتم شايفين هو السرير كارثي. فمهمتنا النهارده ان احنا هنوضب الهدوم. ده هياخد وقت مني كتير قوي قوي قوي، بس يلا بينا. هبتدي اشوف ايه الشماعات اللي لسه موجوده، وطبعا وطبعا لسه هشتري شماعات، لسه هشتري سجاده، لسه هشتري كرسي للتسريحه، وكنت عايزه حاجه كمان لسه اشتريها اورجانيزرز، ده اساسي، دي حاجه اساسيه. ف هخلص توضيب الهدوم وارجع لكم. هاي تاني في نفس الفيديو، بس انا امبارح العيا موتني وما قدرتش خالص اكمل الاوضه. فالنهارده هنكمل بقيه الاوضه. انا امبارح لميت كل الهدوم طبعا عشان اعرف انام على السرير، ومنظر الاوضه بقى لطيف، بس احنا بهدلنا التسريحه. اتلكبت المره المليون. فهنوضب التسريحه واحنا بصوا we're getting there، يعني احنا قربنا جدا جدا. جولة سريعة، هو بس شوية حاجات على الأرض وهو ده منظر التسريحة متبهدل حرفيا. فمحتاجين ان احنا نروق الأوضة. وبرضو في هنا شوية حاجات بسيطة بصراحة، مش زي التسريحة. وانا خلاص طلعت كل الحاجات اللي كانت موجودة في الادراج دي عشان هي متكسرة، عشان النجار يجي ياخدها ويصلحها. يلا بينا. هضحكوا، انا اول ما الاوضه اتعملت وجيت بعد ما رجعت من السفر، عشان كنت لسه بحط بودي سبلاش، اول ما رجعت من السفر لقيت الاوضه كبيره قوي ودواليب كتير قوي. فبقول لمامي يعني يا مامي دي حاجات كتير قوي، احنا ايه اللي خلانا نعمل كل الدواليب دي؟ قالت لي ان ده انتي بس اول ما تروحي حاجتك الحاجه هتتملي كلها. وفعلا الحاجه اتملت. ف الموضوع صعب. انا كارثه. دي بقى مشكله الا وهي ان انا كل مره انزل لازم ابهدل التسريح، بس عشان انا تحليلي الشخصي ان انا عشان لسه ما وضبتش الحاجه توضيب كامل، فمش عارفه اقعد على التسريحه وارجع الحاجه مكانها. لكن لما انا كنت قاعده من كام يوم لما كان عندي ايفنت، بعد ما حطيت الميك اب شلت الحاجات مكانها. فهي على حسب بقى يعني. دي لسه بتاعت الاكسسوارز، جواها اكسسوارز كلها، بس انا مش قادره اروق الاكسسوارز. بالنسبه للهدوم انا قررت ان انا في يوم تاني تالت رابع، يعني بعد ما اهدى شويه كده عشان كنت في الجامعه النهارده، هبتدي اعمل ديكلوترنج للكلودز عشان انا ما عملتش ديكلوترنج. وبعد ما اعمل ديكلوترنج هاورجنايز ذم على حسب الوانهم، يعني الابيض، اسود، احمر، بينك، عشان المنظر ده بيتعب لي عيني. انا واحده ما بعرفش اكمل حياتي من غير ريد بول، يعني لازم في يومي ريد بول عشان اعرف افانكشن. المهم ان انا النجار انا بقى انا عندي حوالي زي ما قلت لكم 15 كاندل. في 3 انا مش عارفه احطهم فين. يعني بصوا انا كل كاندل هنا يعني حطيت هيلز جنبها كاندل شبهها، هيلز جنبها كاندل شبهها، بوتس كاندل كده. اي ثينك ان انا هوزعهم على التسريحه. هحط واحده بس على التسريحه والباقي يعني اكتر واحده بحبها عامه هي المهوجني تيك وود دي من باث اند بودي. يا جماعه دي انا عندي 4 منها. انتوا 4 ريحتها تحفه. دي جديده، دي ما تحطش فيها ليه. انا مش عارفه النجار ده اليوم الكامل اللي اقول له يجي لي ومش بيعبرني. المفروض ان هو كان هيجي لي النهارده، فمش عارفه هو يجي ولا لا. بس احنا كده المفروض ان احنا وضبنا التسريحه. اللي ناقص في الاوضه ايه؟ زي ما قلت لكم ان انا هبتدي ان انا اشوف ايه اللبس اللي انا محتاجاه وايه اللبس اللي انا مش محتاجاه، واللي مش محتاجاه اديه للناس تستفاد منه بجد. ووحدة الادراج اللي هي متكسره دي خلاص برضو هديها للنجار، كده كده مفضيها من كل حاجه. وطبعا عايزه افكر في فكره تخلي يعني عايزه اعمل ديكوريشنز حلوه للرف ده والرف اللي فوقيه والرف ده والرف اللي فوقيه، عشان
دي كانت فكرتي، ان انا ابقى حاطه الميك اب والسكين كير والبرفيوم وكل الكلام ده هنا، بس اخر رفين عشان انا مش هطولهم يبقوا ديكوريشنز. ايه هو بقى مش عارفه، بس الحمد لله الاوضه نطفت كده. ناقص لنا السجاده، ناقص لنا كرسي التسريحه، ناقص لنا ان احنا نصلح وحده الادراج، نديكلتر اللبس، organize اللبس بالالوان ونشيل الجزامه. حاجات كتير قوي بس ستيب باي ستيب. المهم ان احنا وضبنا الاوضه يعني اتس جود لوكينج. فتعالوا اوريكم الاوضه في الاخر وهي نظيفه. اول لما ندخل من باب الاوضه، طبعا ملناش دعوه بالحته اللي فوق اللي مليانه حاجات دي، انا هفضيها لما اشيل الجزامه. بس هنخش بقى مع بعض. هنا التسريحه نطفت تماما تماما، يعني بصوا نضفتها قدر المستطاع. انا بس حاطه حاجات هنا انا بحبها، زي الفريم ده كنت عاملاه انا ومحمد في عند الاهرامات، وحاطه الكاندل. دي حاجات اكسسوارز انا مش لاقيه لها الباقي بتاعتها، فقلت خلاص اسيبهم في مكانهم كده، يعني اعمل ايه مش لاقيهم. نرجع للاوضه. زي ما قلت لكم هو ده منظر التسريحه، لزوزه جميله ما فيهاش اي حاجه. طبعا احنا قلنا ملناش دعوه بالكورنر اللي هناك ده لحد ما نظبطه. هنا ده السرير، وهنا اللي هو دولاب الميك اب والسكين كير وكل الكلام ده. وبرده نفس الكلام، دي بقى الهيلز اللي انا ظبطتها، حطيت جنبهم كاندل زي ما بقول لكم كده، كل واحده جنبها كاندل. وبعديها هندخل هنا كده، برضو حطيت الهيلز هنا وكل حاجه كملتها. وهنخش هنا برضو حطيت حاجات كتيرة قوي. طبعا هنا لسه في حاجات محتاجة تتشال وتتروق، وهنا نفس الكلام. وحطيت بقى شنط السفر كلها فوق. اتمنى نكون عملنا الاوضه حلو. انا حاسه ان هي بصراحه وفرت معايا كتير قوي في المساحه. اللي هو اصلا الدولاب بصوا لسه ما تحطش فيه حاجات كتير قوي. وبس كده، يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا النهارده. احنا بس اللي فاضل لنا زي ما قلت لكم ان انا ابتدي اوضب الهدوم بالوانهم، وان انا اوزع الحاجات اللي انا مش محتاجاها. ناقص لنا السجاده، وناقص لنا كرسي التسريحه، وان احنا نرمي الجزامه ونعمل ارفف للشنط والجزم، وان احنا برضو نصلح وحده الادراج اللي هي مكسوره. وايه تاني وايه تاني وايه تاني مش عارفه. بس احنا ان شاء الله الابيسودز الجايه هتبقى اللي هو تظبيطات الاوضه، وزي ما قلت لكم برده الديكوريشنز اللي فوق. وبس كده، اتمنى تكونوا اتبسطتوا. ما تنسوش تعملوا فولو على انستغرام والتيك توك، وتعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو انزله. وبس كده، باي. قولي ايه رايكم، ما تنسوش